خرجت من الجوازة الخامسة ليها وهي عبارة عن جثة متفحمة، ده غير انها فعليا اسوأ حظ في الدنيا. قصتها هزت مصر من بشاعة تفاصيلها، بس المرة دي هنحكيها في القصة الكاملة. وعنده اولاد وبيشتغل سواق، معروف عنه انه عديم الاحساس والنخوه والرجوله. وفجاه يقرر علي انه هيتجوز تاني على مراته، وده بحجه انه مش لاقي نفسه ولا لاقي راحته في بيته. وللاسف يقابل دنيا، ودنيا عندها 27 سنه ومرت باربع تجارب جواز قبل كده، وكلهم اتطلقت منهم بسبب انها ما بتخلفش بشكل طبيعي، وظروفها الماديه متوسطه، وبتتوصف بانها جدعه وقد المسؤوليه. المهم ان دنيا وعلي اتجوزوا وعاشوا في بيت في نفس القريه اللي هم منها، اللي هي مركز الخنكة في القليوبية. ومن اول يوم جواز يحصل خلافات كتيرة بين علي وبين دنيا، ودنيا تكتشف في نفس اليوم ده ان علي بيمثل عليها الرجولة عليها هي بس. والخلافات اللي كانت بينهم اغلبها بسبب سوء معاملة اسرة علي وتحديدا مراته الاولى مع دنيا، وكانت المشاكل دي بتكبر جدا. وعلي بدل ما يلم الموضوع ويهدي الدنيا بينهم ويدافع عن دنيا ويحاول يحميها من كم الاهانات اللي كانت بتتعرض لها، لا ده كمان كان بيعنفها معاهم، ولو حاولت ترد عليه او تتكلم معاه كان لازم يضربها. ودنيا كان ممكن تطلب الطلاق في الوقت ده، لكن كان نفسها وحلمها ان الجوازه الخامسه تنجح. وعدت الايام بين علي ودنيا والمشاكل اللي بينهم عماله بتكبر، بس المشاكل كبرت اكتر لما دنيا اتمسكت بحلمها، وهي انها تخلف وتبقى ام. ولانها كانت مدركه وعارفه ان الخلفه بشكل طبيعي بالنسبه لها شيء صعب جدا، فكانت عارفه انها لازم تعمل عمليه حقن مجهري، وكانت عارفه كويس ان العمليه دي بتكلف مبلغ مالي كبير جدا. وحياه علي ودنيا وهم عايشين مع بعض كانت عبارة ان علي نطع وقاعد في البيت، ودنيا هي اللي بتنزل وبتشتغل وبتصرف على البيت، وهو بطل ينزل من البيت اساسا، واعتمد بشكل اساسي على ان دنيا هي اللي بتتحمل المصاريف سواء في البيت او عليه هو شخصيا. وغير ده كله علي ما كانش متواجد مع دنيا بشكل دائم، وكل ده ودنيا كانت مستحملة على امل انها مرة في حياتها تنجح. وكان علي بيجي لها بين كل فترة وفترة زيارات متقطعة في البيت، وبرغم كل الخلافات والمشاكل دي الا ان دنيا كانت راضية وساكتة على امل انها تحقق حلمها. وعلشان تعرف تحوش ثمن عملية الحقن المجهري كانت بتشتغل بشكل يومي صبح وليل. اي شغلانة دنيا تعرف تعملها علشان تجيب فلوس كانت بتعمل كده، سواء انها تساعد الناس في البيوت او تنزل تشتغل في اي مصنع من المصانع، وكانت بتتعلم اي شغلانة بسرعة جدا. المهم انها تقدر تساعد نفسها وتساعد علي جوزها النطع ده في مصاريف البيت. وغير كده كانت عارفة ان عنده مصاريف كتير بسبب بيته وولاده، فما كانتش عايزة تكلفه زيادة في عملية الحقن المجهري. وفعلا بعد مرور وقت طويل دنيا قدرت تحوش المبلغ المطلوب للعملية، وعلي كل ده كان عارف انها بتعمل كده وما كانش بيعترض على اي تصرف هي بتعمله لمجرد انها كانت بتديله فلوس. لكن علي في الحقيقة ما كانش عايز يخلف تاني، وكان ساكت ومش عايز يقول الكلام ده لدنيا علشان ما يخليهاش تتضايق وتفضل تكمل وتحوش فلوس